السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة توتي باج. أتمنى كده يا رب تعجبكم. ما تنسوش كده لو لسه أول مرة بتشوفوني تشتركوا عندي في القناة، وأهم حاجة تفعلوا الجرس. كمان ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لي كده على اللايك وتقولوا لي في كومنت إيه رأيكم في شنطتنا بتاعت النهاردة. ويلا بينا نبدأ على خطوات العمل. الخيط اللي أنا هستخدمه النهاردة هو خيط أكليريك، دي نوعيته. هشتغل بيه على فتلتين، وهشتغل بإبرة مقاس رقم 4. تقدروا في الشنطة دي تستخدموا أي خيوط متاحة عندكم. وهنحتاج لماركر 3 لون واحد، واتفقنا طالما هنشتغل تزايد يبقى معايا ماركر لون مختلف و3 لون واحد. هنبدأ نعمل عقدة بداية، وهبدأ ارتفع سلسلة من مضاعفات العدد 3. مضاعفات العدد 3 يعني بوصل لسلسلة يكون عدد السلاسل فيها يقبل الاسم على 3، او ان انا ممكن اعد كده مجموعات 1 2 3 1 2 3 لحد ما اوصل لطول السلسلة اللي انا عايزاه. كده انا ارتفعت السلسلة من مضاعفات العدد 3. عدد السلاسل هنا 33 سلسلة، ومقاس السلسلة دي 25 سنتي. لو اي حد شغال بنوع خيوط تانية هيلتزم بالمقاس اللي انا بديه لو حابب يعمل نفس المقاس بتاع الشنطة. انما لو حابين تكبروا المقاس اتفقنا ان احنا بنزود في عدد السلاسل، ولازم تكون من مضاعفات العدد 3 او عدد يقبل الاسم على 3. هنا هبدأ اتخطى اول سلسلة وهروح في ظهر السلسلة التانية. شايفين الارتفاعات اللي بتكون ورا دي هي اللي هبدأ اشتغل فيها. هسيب اول غرزة وهروح في ظهر السلسلة التانية. هنتخطى اول غرزة وهنروح في ظهر السلسلة التانية ونبدأ نشتغل غرز حشو. اول غرزة معايا هنا هعلمها بالماركر اللي لونه مختلف. وهنبدأ نشتغل كده فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة لحد ما بنوصل لآخر السطر. كده خلاص وصلت لآخر السطر. آخر غرزة هنا هشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس المكان، يعني آخر غرزة هنشتغلها تزايد، وأول غرزة من غرز التزايد هنحط فيها الماركر. في نفس المكان كده بشتغل كمان غرزتين. دي كده تالت غرزة، والغرزة الأخيرة هنا برضو هحط فيها ماركر. هنبدأ نشتغل دلوقتي على الناحية التانية غرز حشو. لما باجي اشتغل على الناحية التانية هنا بدخل في الحلقة الأمامية بس، مش تحت حرف الفي كامل. شايفين؟ يعني باخد نص حرف الفي علشان ما يحصلش فراغ معايا في القاعدة. وهبدأ أكمل كده لحد ما بوصل لآخر غرزة معايا في السطر. كده وصلت لآخر غرزة في السطر. آخر غرزة هنا برضو هشتغلها تزايد، هشتغل فيها 3 غرز في نفس المكان. ادي أول غرزة وبرضو هحط فيها الماركر. 2 3. خدوا بالكم ان الغرزة اللي فيها الماركر اللي لونه مختلف ده مش من غرز التزايد. تمام، انا عندي الماركر هنا بعده 1 2 3. هبدأ اجي هنا في اول غرزة واشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو، احط الماركر. اهم حاجة منساش ان انا احط الماركر ده مكانه، وابدأ اشتغل تحت الحلقتين فوق كل غرزة كده غرزة حشو لحد ما بوصل لمكان التزايد اللي في السطر الجديد هنا. كده خلاص وصلنا لغرز التزايد. شايفين ال3 غرز دول
فوق كل غرزة فيهم هشتغل غرزتين حشو في نفس المكان، يعني ال3 غرز هيكونوا في السطر ده 6 غرز. اول غرزة هنا هحط فيها الماركر تاني في نفس المكان، بشتغل كمان غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها برضو غرزتين حشو في نفس المكان، واخر غرزة من غرز التزايد برضو غرزتين في نفس المكان. والغرزة الاخيرة من غرز التزايد هحط فيها الماركر تاني، وابدأ اشتغل فوق كل غرزة كده غرزة حشو واحدة لحد ما بوصل لاخر السطر. كده خلاص وصلت لاخر السطر. فوق ال3 غرز هنا هتزايد برضو فوق كل غرزة منهم غرزتين في نفس المكان، زي ما تزايدنا هنا بنكرر التزايد تاني في اخر السطر. هنبدأ كده سطر جديد، وهبدأ تحت الحلقتين اشتغل غرزة حشو، واهم حاجة منساش احط الماركر ده تاني مكانه. هكمل كده غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما بوصل لمكان التزايد اللي هنا. كده وصلنا لمكان التزايد. التزايد هنا هيكون غرزة تزايد وغرزة فرد. الغرزة التزايد يعني بشتغل غرزتين في نفس المكان، والغرزة الفرد يعني بشتغل غرزة واحدة بس. فأول غرزة هنا هشتغل تزايد، احنا مش هنتزايد تاني فمش هحط الماركر. الغرزة اللي بعدها هتكون فرد، الغرزة اللي بعدها تزايد، الغرزة اللي بعدها فرد، الغرزة اللي بعدها دي تزايد، واخر غرزة هتكون فرد. مجموع غرز التزايد هنا 9 غرز. هبدأ اكمل غرز حشو لحد ما بوصل للماركر اللي في الناحية التانية هنا. كده وصلت المكان التزايد اللي في اخر السطر، ونفس التزايد اللي اشتغلناه هنا بنبدأ نكرره في الناحية التانية. بنشتغل تزايد فرد، تزايد، الغرزة اللي بعدها فرد، تزايد، فرد، تزايد، واخر غرزة معايا فرد. انا هنا كده خلاص خلصت القاعدة. هناخد بقى المقاس النهائي. المقاس هنا عندي 30.5، والعرض بتاعها يعني يعتبر 7 سنتي. طيب هنا هنبدأ نشتغل سطر كمان من غرزة الحشو تحت الحلقتين. مجموع غرز الحشو معايا في السطر الأخير هنا 80 غرزة. أنا عايزة الغرزة تكون من مضاعفات العدد 3، فإحنا هنشتغل السطر ده فوق كل غرزة كده بدون أي تزايد خالص غرزة حشو لحد ما بوصل لآخر غرزة في السطر. خلاص أنا وصلت لآخر غرزة. طيب إحنا عايزين الغرزة بتاعتنا تكون من مضاعفات العدد 3، وأنا معايا هنا إجمالي الغرز 80 غرزة، فأنا هحتاج إن أنا أزود غرزة. فهاجي كده في آخر غرزة هنا خالص
هشتغلها تزايد، يبقى انا كده معايا 81 غرزة من مضاعفات العدد 3. تمام. هبدأ دلوقتي ان انا اشيل الماركر واشتغل سطور ثبات من غرزة الحشو. اهم حاجة ما ننساش نحط دايما الماركر في اول غرزة بنشتغلها في بداية السطر الجديد. يبقى انا كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة، وابدأ ارتفع كده سطور ثبات، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. هنا كده خلاص بعد ما ارتفعت بسطور ثبات وكان عددهم 23 سطر، هناخد كده الارتفاع بتاعهم من بداية القاعدة خالص لحد فوق هنا كده 24 سنتي. هنشوف دلوقتي كده هنبدأ نشتغل ازاي. اول غرزة هنا هشتغل فيها غرزة حشو، وبرضه هحط الماركر تاني مكانه، وهنا هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتخطى 1 2 وفي التالتة هشتغل حشو، هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هتخطى 1 2 وفي التالتة هشتغل غرزة حشو، هرتفع 1 2 3 4 5. هتخطى غرزتين وفي التالتة هشتغل غرزة حشو. هكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لآخر السطر. شايفين آخر السطر باقي معايا غرزتين، ودي كده آخر مجموعة اشتغلتها. بعد ما اشتغلت غرزة الحشو هرتفع 1 2. هلف الخيط كده على الإبرة. شايفين غرزة الحشو دي هاجي فيها كده وهشتغل غرزة عمود. شايفين هدخل كده في غرزة الحشو دي وهشتغل غرزة عمود بالشكل ده. هرتفع سلسلة، وفي نفس المكان في نفس الفراغ ده هشتغل غرزة حشو. غرزة الحشو هحط فيها الماركر، وهرتفع 1 2 3 4 5. وهبدأ أشتغل في الفراغ، يعني هاجي في السلاسل هنا كده هدخل واشتغل حشو، وابدأ ارتفع 1 2 3 4 5، واروح في الفراغ اللي بعده او في السلاسل هنا في الفراغ بتاعها كده هدخل واشتغل غرزة حشو. هرتفع 1 2 3 4 5، وهروح في السلاسل هنا في الفراغ بتاعها كده ادخل واشتغل غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لآخر السطر. كده خلاص وصلت لآخر السطر. آخر مجموعة هنا بشتغل في السلاسل بتاعتها غرزة حشو، برتفع سلسلتين، وشايفين غرزة الحشو اللي فيها الماركر دي بنهي السطر بتاعي بغرزة عمود فيها. برتفع سلسلتين هنا كده واجي في غرزة الحشو الأولى دي أشتغل فيها غرزة عمود، وأبدأ أكرر إن أنا أرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هنا كده في الفراغ بتاع السلاسل والعمود أشتغل حشو. وغرزة الحشو دي منساش إن أنا أحط فيها الماركر، وأبدأ أرتفع 1 2 3 4 5، والفراغ اللي بعده اشتغل فيه غرزة حشو، وابدأ اكرر كده عدد من السطور، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا هنا كده ارتفعت 5 سطور بغرزة الشبكة. هنبدأ دلوقتي ان احنا ننهي السطر علشان نشتغل الجزء بتاع الايد. فهنا هرتفع كده سلسلة وهقطع الخيط. هنضف الخيط تحت الغرز. انا هنا كده كمان قسمت الشنطة بالنص، وبدأت اخد مجموعات كده قصاد بعضها. خدت 5 مجموعات، 1 2 3 4 5، والناحية التانية برضو عملت نفس الحكاية.
هنبدأ دلوقتي ان احنا نشتغل الايد. هبدأ اعمل عقدة بداية وابدأ اجي في الفراغ هنا في الغرزة رقم 3. هعد كده 1 2 3. هدخل كده في الغرزة الثالثة، اسحب الخيط، ارتفع سلسلة، وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو. هبدأ ارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، واروح في الفراغ اللي بعده اشتغل غرزة حشو واكمل بنفس الطريقة لحد ما بوصل للماركر اللي في الناحية التانية. كده جيت لاخر فراغ، هرتفع هنا سلسلتين وهاجي في السلسلة التالتة واشتغل غرزة عمود، 1 2 3، واشتغل غرزة عمود. هدخل كده في السلسلة واشتغل عمود، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وفي نفس الفراغ هشتغل حشو وابدأ ارتفع 5 سلاسل واكرر في الفراغات حشو، ارتفع 5 سلسلة، كمل كده لحد ما بوصل لاخر غرزة معايا او اخر فراغ معايا. كده وصلت لاخر فراغ، هرتفع سلسلتين وهاجي في السلسلة التالتة 1 2 3، وهشتغل غرزة عمود، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهاجي في نفس الفراغ كده اشتغل غرزة حشو، ارتفع 5 سلاسل واكمل بنفس الطريقة كده لحد ما بوصل لاخر السطر او لحد ما بوصل لاخر غرزة معايا. كده انا جيت لاخر فراغ، هبدأ هنا ارتفع 1 2 3 4 5، وهاجي في الفراغ هنا هشتغل حشو وارتفع سلسلتين. شايفين غرزة الحشو دي هقفل فيها بغرزة عمود، هرتفع سلسلة والف الشغل، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو وارتفع 5 سلسلة وبكمل كده لحد ما بوصل لاخر فراغ معايا. كده خلاص انا اشتغلت في اخر فراغ، هرتفع هنا سلسلتين. شايفين غرزة الحشو دي هشتغل فيها غرزة عمود، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وفي نفس المكان هنا هشتغل حشو وارتفع 5 سلسلة. الفراغ اللي بعده هشتغل حشو وابدأ اكرر 5 سلسلة حشو في الفراغ. كده وصلت لاخر فراغ هشتغل فيه حشو، هرتفع سلسلتين، وفي غرزة الحشو هنا هشتغل غرزة عمود، هرتفع سلسلة وهلف الشغل، هاجي في نفس الفراغ هنا هشتغل حشو، ارتفع 5 سلسلة، في الفراغ اشتغل حشو، ارتفع 1 2 3 4 5، واكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. كده اشتغلت في اخر فراغ. شايفين غرزة الحشو دي ببدأ ان انا هنا ارتفع سلسلتين واشتغل في غرزة الحشو هنا عمود. يبقى خدوا بالكم احنا بننهي السطر ازاي. انا بشتغل في اخر فراغ، بعدين برتفع سلسلتين واجي في غرزة الحشو اشتغل غرزة عمود وابدأ ارتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ ده اشتغل حشو
وارتفع 5 سلسله واجي في الفراغ اللي بعده اشتغل حشو واكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر، وبنهي برده بنفس الطريقه اللي نهينا بيها السطر دلوقتي. هرتفع كده عدد من السطور وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. كده خلاص انا خلصت الناحيتين بتوع الايد. هنا طبعا انا اشتغلت الناحيه الثانيه زي بالظبط ما اشتغلنا الناحيه دي مع بعض. هنبداها بنفس الطريقه ونبدا نرتفع على الناحيتين 19 سطر. هنا بقى هنبدا ننهي السطر. هرتفع سلسله وهنسيب مسافه كده من الخيط علشان نخيط الايد مع بعضها. طبعا اللي حابب يطول الايد عن كده مفيش مشكله، بس الطول ده مناسب مع الشنطه. عايزه اديكم كمان الارتفاع. من اول ما بدأنا كده لحد فوق 27 سنتي من بداية الغرزة خالص لحد ما انتهينا 36 سنتي. تمام. هنا بقى هنبدأ نسيب مسافة كده علشان نخيط الاتنين مع بعض. شايفين ده كده وش الايد. هبدأ اجيب الايد على الظهر بالشكل ده وابدأ ادخل تحت اول غرزة هاخدها تاني كمان مرة كده مع الحلقة اللي قصادها. وببدأ اخد كل غرزة قصاد التانية، يعني كل سلسلة كده اشتغلناها بدخل تحت الحلقتين واخدها مع السلسلة اللي قصادها. ده كده شكل شنطتنا بعد ما خلصت. شنطة بجد عايزة اقول لكم جميلة جدا في اللبس وما بتاخدش وقت خالص. اتمنى كده يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش كده لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي وناسين تشتركوا في القناة، يسعدني طبعا انضمامكم للقناة. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.